حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. والنهارده راجعه لكم فيديو جديد. والنهارده زي ما انتم شايفين كده، تعالوا بقى نشوفوا البتنجان القمر ده عملناه ازاي، والتركات بتاعته عامله ازاي، والاسرار بتاعته اسراري في المطبخ، ومفيش حد بياكل منه غير لما بصراحه بيقولي بصراحه تحفه. تعالوا يلا بقى نشوفوا الفيديو، ولايك واشتراك للناس اللي لسه ما اشتركتش. وتعالوا يلا بينا بقى نشوفوا الفيديو ده عملناه ازاي. النهارده بقى شويه كده هنعمل شويه بتنجان كده مخلل كده سهلين على السريع كده، اهوت مش هياخدوا معاكي وقت خالص. حاجه كده، طبق كده تاكليه جنب اي حاجه. طبق سهل وسريع كده اهوت، مش هياخد معاكي وقت خالص. انا كمان مش هسلقه، انا هقليه. انا جربته قبل كده بس ما نزلتش، يعني ما عملتش بيه فيديو. عملته بس ايه، ما نزلتلوش فيديو. ففي فيديو على القناه اللي هو بتاع اللي هو المسلوق، بتنجان لما بسلقه. ومعايا كده شويه فلفل كده دبلوا معايا. هحطه بردك، هعمل بليه الحشوه بتاعته طبعا بقى مع الليمون. طبعا هنجيب راس توم كده كبيره نقشرها. يعني تابعوني كده، ان شاء الله هتستفادوا مني. لايك بقى وشير، والناس اللي لسه ما مشترك يعني اول مره تشوفني تعمل اشتراك. وتعالوا يلا بقى نشوف الفيديو ونكمل الفيديو. تعالوا يلا بقى هنشوفوا ايه الخطوه اللي بعد كده. هنا بقى غسلت البتنجان وشلت منه العنقود بتاعه دوت، وهفتحه من هنا من النص. انا مش عارفه اصور لكم عشان الرنج لايت اتكسرت، فهعمله وارجع لكم تاني. هنا بقى انا فتحت البتنجان بالشكل ده كده اهو، من النص كده. ومعايا طاسه هنا فيها زيت، انزل كده. الكميه كلها هنا اهو، وهقلبه بقى جنب. شايفين بسم الله ما شاء الله بقى لونه عامل ازاي، موف بالشكل ده كده اهو. شايفين الجمال. هنا بقى معايا طبق عليه مناديل عشان اطلع اصفي البتنجان من الزيت. طلع بقى البتنجان كده نصفيه. هنا بقى بعد ما طلعته من الزيت هسيبه بقى يصفى ويبرد. بعد كده بقى نعمل الخلطه بتاعته الجباره. هنا بقى معانا الثوم، ومعانا هنا الفلفل، ومعانا الليمون. هنحط طبعا ملح وكمون. تعالوا بقى نشوفوا ونوريكم الطريقه هنعمله ازاي. كده بقى ده شكل البتنجان بعد ما قليته وسبته يبرد خالص. ودي بقى الخلطه بتاعته، الخلطه الجميله اللي احنا عملناها، الخلطه الجباره. هحشيه بقى وارجع لكم تاني عشان مش هعرف اصور وانا بحشي. هنا بقى بعد ما حشيته بقى بالشكل ده كده اهو، شايفين الجمال عامل ازاي. هيبقى كده محكمة الغلق، ده يقعد بقى زي ما يقعد، ما يحصلوش حاجة. ونحطه كده في التلاجة. هننزل عليه بحبة خل. الخل كده بيديله مزازة، كتري الخل على قد ما تقدري. والليمون. وده الشكل النهائي ليه. وبكده يبقى وصلنا لاخر الفيديو. ان عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطعت كل كمية الفلفل اللي كانت عندي، ودي راس توم وليمون. هنزل بقى بكمية الفلفل كلها. يعني دوت، بص هو كتير يعني، بس انا ايه بخزنه. اللي بيفضل بحطه في الفريزر كده، في علبة او في اي حاجة او كيس تلاجة. باخد منه ده بقى الخلطة بقى ديت، تنفع لك في السمك، تنفع في حاجات كتير قوي. بحطها على العدس، العدس الاصفر، العدس الجبة، في الاسماك، حشوات السمك، ليها استخدامات كتير. فانا بخليها كده، بخزنها، بسيبها كده في الفريزر. اي وقت مثلا عندي سمك، عايزه اعمل شويه بتنجان مسقعه، عايزه اعمل شويه بتنجان مملح، اي حاجه كده اهوت، بروح حاطه ايه الخلطه دي كلها كده اهوت بتنفعني. هنزل بقى بالملح، هنزل بالكمون. دي حوالي معلقه كمون كبيره، معلقه اللي هي بتاعت الاكل الكبيره دي، بتبقى بالشكل ده كده.
هضربه بقى في الكبة. هنزل بقى بحبة خل، يعني ربع كوباية خل كده.